أهلا وسهلا بأحلى متابعين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة وعافية، وبحال ديما يكون سكرنا مضبوط يا ربي، ما يكونش طالع وما يكونش هابط، وحتى الناس اللي ما عندهم السكر وكيتابعوني مرحبا وألف مرحبا بكم. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم وجبة متكاملة اللي نقدروا نحضروها في وجبة إفطار ديال رمضان. اول حاجه كنبداو بها كنخرجوا نتسخروا الا خاصنا شي حاجه في الدار. الخضيره هذا النهار كان خاصني نتقدى الخضره وديتكم معايا، شاركت معكم سبحان الله هذا الشيء، هذا الخضر وهذه الالوان كيفتحوا الشهيه، كيفتحوا لينا الشهيه ديالنا. الحمد لله والشكر لله على كل حال، الخير موجود الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. الخضر موجوده، الناس السكريين كاين، الخضر موجود ما ناكلو، الحمدنا الله وشكرناه. صافي بسم الله على بركة الله. أول حاجة غنبدا بها هي غنبداو هنا بواحد التحلية إن خصها نصايبوها هي الأولى، نديروها في الثلاجة اللي غتكون قليلة الكربوهيدرات. أول حاجة خديت 4 البيضات، إن أنا غندير هاد التحلية لينا كاملين، العائلة كاملة حنايا 5 د الناس، خاص غنديرها لينا كاملين. اللي بغى يديرها غير ليه بوحديتو يقدر يدير بيضة واحدة. أنا غنقول لكم اللي بغى يديرها غير فردية غير ليه راسو شنو المكونات اللي غادي يدير، شحال القياسات. خديت هنا 4 ديال البيضات، خديت الجبن صالح للدهن اللي غادي يكون الكربوهيدرات ديالو ناقصه من طبيعه الحال. عندي انا هاد الجبن اخوتي فيه 2.8 ديال الكارب، هاد البواطه فيها 300 غرام، بحال غادي نقولوا 2 4 6، بحال فيه 7 فاصله شي حاجه في هاد البواطه كامله ديال الكربوهيدرات. اللي غيدير غير بيضه واحده يدير ملعقه ديال الجبن صالح للدهن صافي فقط. اذا درت هنا 300 غرام ديال الجبن صالح للدهن قليل الكربوهيدرات. غادي ناخذ هنا الكريمه سائله، انا درت هذه الكارب ديالها فيها 3 فاصله شي 3.2. هذه الاخوات اللي في المغرب راه كاينه هذيك فيطالا خضراء كاينه في بيم. اذا اللي غادي يدير غير بيضه واحده غيدير واحد ربع كاس من الكريمه. هادو هما المكونات، ما كايناش شي تعقدات نهائيا. خلطت كلشي مزيان، وفي الاخير زدت هنا مبشور ديال البرتقال، حكيت ليمونه هذا البرتقال ودرت المبشور ديالو باش كيعطيني واحد لوغو زوين. صافي غادي نخلط كلشي. انا هنا ما درتش هذا، ما غاديش ندير اخوتي بديل السكر. المهم هذه غادي نقسمها على جوج، باش النص غندير فيه السكر مالي الدار والنص الاخر ما غنديرش فيه السكر. اذا غنقسمها على جوج. تقدروا ديروها اللي بغى يدير هكا، ان هذه راه غياخذها اللي عنده السكر واللي ما عنده السكر، كتجي لذيذه 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 زوينه. هاد التحليه بزاف غادي تعجبكم اخوتي. تقدروا ديروها في كؤوس فرديه، انا الصراحه كنت غنديرها في كؤوس فرديه، ما عرفتش شنو اللي دالي نسيت، حتى لقيت راسي درتها في هاد المول هادو متوسطين، هاد ليمون هكا متوسطين كندير فيهم هادو حتى الكغاطا، ودرت فيهم دابا هذا. المهم ديروها في كؤوس فرديه غتجيكم احسن بزاف. صافي هنا قسمت الخليط ديالي على جوج، واحد غادي نزيد فيه السكر وواحد غادي نديرو بلا سكر. الحمد لله والشكر لله. صافي كناخذوا ضروري ديروه ورق الفرن، ان غادي تقدر تلصق لكم ورق الفرن كنحطوه بطريقه عشوائيه وصافي. صافي هنايا هذا اللي ما فيهش سكر درت فيه داك نصيص ديال القيطه باش نبقى عاقله عليهم، وصافي الحمد لله. في الاخير كتكون هذه هي النتيجه. الصراحه كيجي زوين. في الاخر غادي نوريكم ملي قطعتها وكل شيء. غادي نمشيو للطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي هو هذا. غادي ندير الدجاج اليوم في الفران بالخضر، واحد الطبق رئيسي ياكله العائله كامله باذن الله. هنا واحد الاخت كانت سولتني على المطاغد في الفيديو اللي قبل، قالت لي واش صالح لينا. ها نتوما هذا المطاغد فيه 2.7 ديال الكربوهيدرات، انا هنا درت معلقه صغيره، اذا ما عندها حتى تاثير على السكر. واحد الحاجه مره ما عندها حتى تاثير، حتى الكرب ديالو ناقص. صافي هنا كناخذ التوابل اللي غادي ندير مع اللي غندير لهاد الدجاج: فلفل احمر، سكنجبير، هذا الخرقوم بلدي، الملح وشويه ديال هذه السودانيه والفلفل الاسود. اذا هما هادو. هنا عندي الزعتر، عندي الثومه محكوكه، وعندي موطارد. اذا زدت عليهم هاد التوابل. راه هاد الدجاج بالزعتر غير جربوه وردوا عليا، راه كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ اخوتي غزال. صافي خدرت هنا التوابل ديالي، غادي نخلط كلشي وغادي نشرمل الدجاج ديالي، وغادي نديرو زيت الزيتون. انا كنخدم هذه زيت الزيتون صالحه للطبخ، هذه ماشي ديك الزيت اللي كنغمسو كنفطروا بها ولا لا، هذه خاصه بالطبخ.
ودرت هنا واحد قطرات من الحامض. صافي غادي نخلط هاد الشرموله ديالي مزيان وغادي نشرمل بها الدجاج كيبقى على حساب افراد ديال العائله اللي غادي ياكلوه وصافي. المهم دابا هنا غادي نشرمل الدجاج ديالي. هانتوما غير اللون ديال ديك الشرموله كيشهي، والله لو ريحه الزعتر فيها ما نقول لكم الصراحه، غير جربوه بالزعتر غادي يحمقكم. صافي شرملت الدجاج ديالي مزيان هنا حتى ساليته. غادي نديرو في هذا، غادي نديرو في الفرن باش يطيب على خاطرو، باش يطيب لي الدجاج ديالي على خاطرو. غطيته هنا بورق الفرن، عاد درت بابي الومنيوم ودخلته الفرن. هنا غادي ندوزو باش غنرافقو الدجاج ديالنا. خديت هنا الخضر موجوده لمرضى السكري. عندي اللوبيا هذيك اللي مبسطه عندي البروكولي، عندي الكرع كورجيت، عندي الشيفلوغ، وتما كاين الجزر والبطاطا ما غاديش ناخذوها حنا مرضى السكري لان فيها نشويات. الجزر اللي عنده الخزان طالع وخدا واحد جوج طريفات، ولا ماشي اللي عنده الخزان هابط وخدا جوج طريفات ديال الجزر ماشي مشكل، اللي عنده خزانو طالع بلا ما ياخذو. درت هنا الخضر ديالي في هاد المبخره، انا مبخره هاد قلت لها المبخره باش نبخرهم. المهم حتى نقولوا لها مبخره يلا. درتهم الصراحه هذه عمليه من الحوايج اللي شريت وما ندمتش عليهم، هي هذه دغيا الخضر ديالك كتبخر وما كتطيبش بزاف، ان انا كنبغي الخضر يلا يدخل فيها الطياب نحيدها. ملي كطيب الخضر بزاف اخوتي النسبه ديال السكريات اللي فيها الكربوهيدرات كتطلع كتزاد، اذا غير تدخل فيها الطياب صافي. ودرت معهم واحد وريقات ديال الرند، هانتوما شفتوا ورق ديال سيدنا موسى باش ديك الخضيره كتنسم. صافي هنا من بعد ما تبخروا ليا الخضر، دابا هنا غادي نسوطي الخضر ديالي. درت هاد الشرموله فيها القزبر المعدنوس، فيها الثومه غبره، فيها شويه ديال الفلفل الاحمر غير شويه، وشويه ديال الابزار وصافي. وغادي نزيد طريف ديال الزبده، ونبقى ندير هنا طريف الزبده. وغادي هذيك الخضر ديالي كلها كندير لها هاد الشريميله وغادي نسوطيها مزيان صافي. وغادي تكون الصراحه واحد الوجبه ما نكذبش عليكم متكامله ومتوازنه وكتبقى صحيه وغياكلوها افراد العائله كلهم، ماشي غير اللي عنده السكر غيدير ماكلته راسو والناس الدار يديروا ماكلتهم راسهم. في الاخر كيكون هو هذا الطبق لوحه فنيه، الالوان وبانه طيب بطريقه صحيه. الخضر هذاك الدجاج كيف ما شفتوا معايا، نتمنى تاكلوا الخضر. كلوا الخضر راه فيها الالياف، عندنا البروتين الحمد لله والشكر لله على كل حال اخوتي. غادي نمشيو دابا نصايب معكم واحد المشروب عصير اللي غادي يعجبكم بزاف، وغادي نرافقوه مع داك البلا ديالنا اللي درنا ديال الدجاج والخضر. هانتوما اول حاجه كناخذ هنا عندي حامض الليمون، خديت جوج. هنا التفاح، اذا هنا شوفوا اخوتي كاين هاد التفاح الخضر دائما كتسولوني، وكاين هذاك التفاح صفيفر اصفر. اذا حنا اللي صالح لينا هو هذا اللي القشره ديالو خضراء. انا هنا غادي ناخذ نص تفاحه. هذا المشروب راه غنشربوه حنايا العائله كلها، ماشي نص تفاحه غناكلها كامله انا. دونك هنا خديت نص تفاحه، زدت عليها الفريز ماشي مشكل، راه قليل الكربوهيدرات مسموح لمرضى السكري بالقياس والاعتدال. خديت هنا ملعقه من بذور الشيا الغنيه بالاوميغا 3، راه مهم اخوتي بداو تدخلوا بذور الشيا. خديت هنا كاس ديال حامض الليمون، اذا كل كاس من حامض الليمون كنديروا معاه يطرو ديال الماء باش ما كيجيناش مجهد، وراه كيجي ثقيل هذا العصير. هذا الشيء معاه يطرو د الماء. هنا خلطت مزيان. ملي غادي نخلطو وغادي نصفيه عاد غادي نزيدو كاس اخر د الماء باش نكمل يطرو ديال الماء صافي. من بعد ما تخلط وصفيتو كيكون هو هذا، شوفوا كي تيجي ثقيل. راه هذا المشروب ما نقول لكمش كيجي فيه واحد اللذه بدون سكر اخوتي ولا بديل السكر. هذا الشيء حاولوا تشربوه بلا بديل السكر بلا سكر، كتبقى واحد المشروب والصراحه كيجي غزال. نتمنى تجربوه لان غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. نتمنى اخوتي هاد الوصفات اللي شاركت معكم اليوم يعجبوكم. الا عجبكم لا فيديو، عجبكم محتوى اختكم زنوبه ديابيت، بارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده، راها صدقه جاريه. خليو لي كومونتير زوين الا كنت كنستاهلوا، ديروا جيم الفيديو. وشكرا لكم على المتابعه للقناه، احبكم في الله. الى فيديو لاحق باذن الله.